انطلقت صباح السبت الندوات التحضيرية الخاصة بتقديم ومناقشة الوثائق الخاصة بالمؤتمر السادس عشر للجبهة، وذلك بمختلف مناطق تواجد الجالية الصحراوية بفرنسا. الندوات أشرف عليها أعضاء من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فبمونت لاجولي ضواحي باريس توافد أعضاء من الجالية لحضور الندوة والمساهمة في إثراء الوثائق المقدمة إلى الجالية كجزء من الجسم الوطني له كل الحق في مناقشة الوثائق وتقديم الاقتراحات وانتخاب ممثليه لهذه المحطة الهامة. الندوة التحضيرية بمونت لاجولي حضرها عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا الأخ محمد سيداتي. وبمدينة ليميرو ترأس الندوة عضو اللجنة التحضيرية الأخبابية الشيعة، وحضرها أعضاء الجالية ونائب ممثل الجبهة ومسؤولي العديد من جمعيات الجالية الناشطة في المرافعة عن القضية الوطنية بهذا البلد الأوروبي. الندوة استهلت بقراءة الوثائق المقدمة من طرف اللجنة قبل أن يفتح الباب للمناقشة والإثراء. أعضاء الجالية بفرنسا ساهموا بكل جدية في طرح الأفكار وتقديم الاقتراحات، مؤكدين أن الأولوية تظل دائما في الدفع بكل الجهود ومرافقة العمل الوطني بهدف تحقيق الحرية والاستقلال أولا. وأبرز أعضاء الجالية أنه وفي الطريق إلى تحقيق الهدف المنشود هناك أولويات كبيرة أبرزها توحيد الصف ودعم الجيش وخلق عوامل الصمود في وجه سياسات الاحتلال وفي وجه التحديات الدولية الراهنة خاصة. اليوم أنظم هذا اللقاء هون في إطار اللجنة التحضيرية، وذلي من الوثائق يعني صنفنا كامل وقريناه وفهمناه على كل حال، وانطباعاتنا وذلي نشوفوا اقترحنا به، وراجينا الله تبارك وتعالى إن هذا المؤتمر يعود في المستوى ويعود ناجح. اجتمعت الجالية الصحراوية بفرنسا للتشاور وتداول المقترحات، وكانت آراء بناءة وكانت آراء مثمرة ولله الحمد. تقنعوا فيها وتبادلنا الأفكار وتبادلنا الآراء. تمت مناقشات هاي البرامج المطروحة، والتي من خلالها يعني تم طرح بعض الأسئلة ومناقشة بعض القوانين الصادرة في هذه اللائحة، وبالتالي نتمنى أن هذا المؤتمر يعود مؤتمر ناجح ليبعث رسالة الشعب الصحراوي أنه الشعب الصحراوي متواجد في كل مكان متوحد تحت قيادة الجبهة الشعبية. أعضاء الجالية انتخبوا في ختام الندوات التحضيرية مندوبي الجالية بفرنسا إلى المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب. ويذكر أن الجالية الصحراوية في فرنسا كانت قد شاركت بفعالية في مختلف المحطات والمناسبات النضالية بين المؤتمرين هنا بفرنسا وبأوروبا وفي مختلف المواقع. عبد البات رشيد، إسبانيا.